بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم أحبابي في الله حلقة مميزة عن المهدي عليه السلام بعنوان المهدي اسمح واعفو عنهم فهذا السر لك احفظه عجيب. نبدأ على بركة الله. جاء في حق المهدي عليه السلام من أقوال العارفين فقلت السماح لنفس جهول بها الطبع جهل لها قد ظلم، فما الختم إني سمعت الكثير ولكن قلبي لما فهم، فقال الولاية سر كبير وفي السر قلب به قد نعم، وختم الولاية سر فمن ذا تراه به في الورى قد ختم، يدور بنوري بين الخلائق حتى النهاية منذ القدم، وقد أخطأ الخلق فيه كثيرا وظنوه ظنا بجهل ووهم، ولكن ربي أخفاه حتى عن الأولياء لأمر يتم، وليس من الأولياء من درى بخاتمهم غير بعض القمم، وقالوا ومنا هو المرجو وجل الإله له قد حكم، وليس لشيء به إنما هو العبد فاز بفيض الكرم، هو العبد منكسر دائما وعند الشدائد أعلى الهمم، يلازمني في العلا دائما وفي كل شأن له يحترم، وفي كل عصر ترى روحه فمنا إليه لأهل الكرم، كستر الزجاج ومن خلفه ترى النور منا يزيل الظلم. هذا أحبابي في الله مجمل ما قيل في حق المهدي عليه السلام وما أجملها من كلمات وأوصاف سبحان الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.